السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روقت على عيالي وهم بيذاكروا ب15 جنيه بس. جبت لهم ب5 جنيه فنكوش وب5 جنيه فشار وب5 جنيه ليمون. طبعا مع اي سندوتشات او بيتزا حتى لو بالجبن الكوبايتين دي مش هياخدوا منك حاجة، والرواقة على ولادك وابسطيهم وهم بيذاكروا هيبقوا مرتاحين حتى نفسيا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونشوف احنا عملنا الحاجة الحلوة دي ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بصوا بقى السندوتش شكله حلو جدا ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة كده حلوة انت عاملاها في البيت بدل الشيبسي والكاراتيه، ومش هيكفي الكيس، مش هيكفيهم ومش هيشبعهم. بصوا شكله حاجة كده تشرح القلب. جبت بقى كده حلة كده حطيتها على النار. بصي بقى انتي فنانة، انا اديتك فكرة وانتي فنانة. عايزة تعملي فشار بالكراميل، فشار بالشوكولاتة، فشار بأي حاجة انتي حباها براحتك خالص. حطي المنكهات اللي انتي عايزاها. انا عملت الفشار بالملح وشوية زيت وخلاص على كده. وطبعا حمرت الفنكوش عادي جدا وطلعته زي ما بحمر البطاطس على نار عالية او متوسطة، وحمرته كده وفي زيت سخن يعني شوية وخلاص على كده. وعملت الليمون، حابة تعملي الليمون بالسيفن، حابة تعملي ليمون بالنعناع، حابة تعملي ليمون عادي خالص من غير اي حاجة متلج في الجو الحر ده. لو مش حر وهتعمليه بمية حتى عادية جدا، حاجة كده تدخلي بيها البهجة على ولادك وهم بيذاكروا. ولو عجبتكم وصفاتي افتكروني بلايك وشير ودعوة حلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.